بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة اللي فاتت بدأنا رحلة السيرة النبوية، واتكلمنا عن إن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا نعرف سيرته وننقلها للناس عشان نعيش بيها ونحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر. النهاردة هنكمل مع بعض وهنغوص أكتر في تفاصيل السيرة النبوية. هنحكي مواقف وأحداث مهمة من حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ونشوف إزاي كانت أخلاقه العظيمة مع أصحابه رضي الله عنهم، ومع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وإزاي إحنا كمان نقدر نتعلم من المواقف دي ونطبقها في حياتنا. طيب، ندخل على السيرة أكتر ونبدأ باسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، والفهر هو قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرشي. طيب، نقرب أكتر قبل ما ندخل في تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم. هنتكلم شوية عن حب ربنا وحب الصحابة وحب زوجاته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنعرف إنه كان أحب الخلق لقلوبهم. نبدأ الأول بحب ربنا عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي لنا ويقول: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فتخيلوا إيه اللي حصل. من فوق 7 سماوات ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يرضى إن واحد من أمته يكون في النار، وربنا سبحانه وتعالى بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يراضي النبي بشيء إلا بالرحمة والرضا. وكمان تعرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وحياتك يا محمد. يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكتر واحد بيحبه. ولهم موقف مشهور جدا. يقول سيدنا أبو بكر: كنا في الهجرة وأنا عطشان جدا، فجئت بمذقة لبن فناولته للرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت له: اشرب يا رسول الله. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. تأملوا الكلام، أبو بكر ما قالش حتى ارتويت أنا، لكن قال حتى رضيت، يعني هو مرتاحش غير لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم شرب وارتاح. أبو بكر رضي الله عنه كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عجيب. كان يتعب لما النبي يتعب، ويخف لما النبي يخف، ويضحك لما النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. وإحنا كمان عايزين ثمرة السيرة دي تكون إننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من نفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب إن حد يخدمه، لكن من شدة حب الصحابة له كانوا بيتمنوا يخدموه ويكونوا معاه في كل لحظة. فكان الصحابة بيصمموا يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصتين مشهورين عن خادمين للرسول صلى الله عليه وسلم هنشوف فيهم قد إيه كانوا بيحبوه. أول واحد ثوبان رضي الله عنه، وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. مرة النبي خرج من بدري جدا ورجع متأخر، فلقي ثوبان قاعد بيبكي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، ما يبكيك؟ فقال ثوبان: اشتقت إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال ثوبان: تذكرت يوم القيامة، وتفكرت في الجنة والنار، وعلمت أنه لو دخلت الجنة فلن أكون معك في المنزلة يا رسول الله، لأنك مع النبيين والصديقين. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ثوبان، أما علمت أن المرء يحشر مع من أحب،
يعني حتى لو ما قدرناش نكون زي أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما، ممكن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حب صادق، فبحبنا له نكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثوبان وأبو بكر وعمر وعلي والصحابة كلهم. فرد ثوبان وقال: أو حقا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فيقول ثوبان: خرجت في طرقات المدينة أصرخ بهذا بين الناس، فما كان الصحابة أشد فرحة بشيء بعد الإسلام أكثر من فرحتهم بهذا الحديث. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ولا الصديقين ولا الشهداء ولا الصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما الصحابي الثاني فهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وكان برضو من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنحكي قصته في الحلقة الجاية إن شاء الله. وكده نكون شفنا قد إيه الصحابة كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم ده كان بيخلي حياتهم كلها تدور حوالين طاعته وخدمته. وأكبر دليل إنهم كانوا شايفين السعادة الحقيقية في إنهم يكونوا معاه في الدنيا وفي الآخرة. وزي ما سمعنا من قصة سيدنا ثوبان رضي الله عنه، السر كله في كلمة واحدة: المرء يحشر مع من أحب. يعني لو عايزين نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لازم نحبه بصدق ونصلي عليه كتير ونتبع سنته. والحلقة الجاية بإذن الله هنتعرف على قصة خادم تاني من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وهنشوف قد إيه كان بيحبه، وكان نفسه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب عجيب جدا. استنونا في الحلقة اللي جاية من السيرة النبوية من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.